ضمائر الرفع المنفصلة. أولا ضمائر المتكلمين. أنا أكتب الدرس، نحن نلعب بالكرة. أنا تستعمل لمفرد المتكلم، نحن تستعمل لجماعة المتكلمين. ثانيا ضمائر المخاطبين. أنت تؤدي عملك جيدا، أنت طالبة مجتهدة، أنتما تحفظان الدرس، أنتن معلمات رائعات، أنتم تدرسون بجد. أنت تستعمل لمفرد المخاطب، أنت تستعمل لمفرد المخاطبة، أنتما تستعمل لمثنى المخاطب مذكرا أو مؤنثا، أنتن تستعمل لجماعة المخاطبات، أنتم تستعمل لجماعة المخاطبين. ثالثا ضمائر الغائبين. هو حفظ حقوق الجار، هي حفظت القرآن، هما تناولا طعامهما، هم شاركوا في المسابقة، هن تعلمن الكتاب بسرعة. هو تستعمل للمفرد الغائب، هي تستعمل للمفرد الغائب، هما تستعمل للمثنى الغائب مذكرا أو مؤنثا، هم تستعمل لجماعة الغائبين، هن تستعمل لجماعة الغائبات. ودمتم في رعاية الله وحفظه.